السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حصري مع سعد المصري على اليوتيوب. النهاردة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا، هو علاج الكوابيس. كتير جدا يا جماعة من الناس يقولك انا دايما بحلم بكوابيس، والكابوس ده والعياذ بالله حلم فظيع جدا جدا الانسان بيقدر يشوفه في المنام ويصحى من احلاها نومه. والمشكلة ان لما بيصحى من النوم بيشعر وكأن اللي شافه في الكوابيس ده حقيقة. واحد شاف مراته بتخونه، واحد شاف انه بيقع من 10 دور، واحد شاف انه بيتحرق، واحد شايف مشاكل كتيرة جدا لا حصر لها. والمشكلة كمان يا جماعة ان الناس اللي عندها مشاكل نفسية او امراض نفسية بيصدق هذا الكابوس ويبدأ يشتغل مع المخ ويبدأ يكره مراته، يكره عياله، يكره جيرانه، يكره اي حد هو شافه في الحلم بتاعه الكابوس دون. عشان كده في نقطة مهمة جدا لازم بنبلغ بيها كل زوج وزوجة: اوعي تخلي جوزك ينام منك وهو زعلان. اوعي. ليه؟ المخ دايما بيشتغل على اخر حاجة حصلت. والله انتوا قاعدين وفي قعدة حلوة وجميلة ورواقة كده، هتلاقي ان هو صاحي يعني اخر دلع، واكيد انتوا بتحسوها. يقول لك ده ايه ده فايق. ليه؟ لان انتوا اصلا نايمين فايقين مع بعض، دماغكم حلوه مع بعض، بتضحكوا. لكن تعالوا بقى نشوف الستات اللي بتحب الدراما. يا الله، ما بتدورش ان ما كانتش لقيت نيل الدراما ولا اي حاجه فيها دراما وفيها مشاكل. طب تعالى بقى اعيشك انت الدراما. يفضل يتخانقوا مع بعض طول الليل، وهي تنام وهو تنام، يصحوا تاني يوم مش طايقين بعض، مش طايقين يشوفوا وش بعض. مش بيحصل كتير قوي؟ بيحصل مع كل الناس. معاك انت، ايوه بكلمك انت، خليكي معايا. وانت بره كانكه دي، خليك معايا. خد بالك، اي حاجه يا جماعه العقل دايما بيشتغل عليها، هي اخر حاجه بيشتغل عليها. عشان كده لو انت زعلان من مراتك ما تحاولش تنام وانت زعلان منها، تحاولوا تصالحوا بعض. انتوا ما لكمش الا بعض، بتحبوا بعض كده صح، بينكم موده، بينكم رحمه، بينكم حاجات جميله جدا جدا تقدروا ان انتوا تستفيدوا منها. خدها في حضنك كده، طبطب عليها، بوسها من دماغها، كلمها في ودانها الشمال، لان الودان الشمال دي هي اقرب حاجه لقلبها. اتكلم كلام حنين، كلام حلو، هتلاقي الحديد يلين. ده لو هي عايزه تلين، خلي بالك. طيب، فانت لازم انت كمان تساعديه على ان الموضوع ده يتم، وبالتالي نتخلص من الكوابيس ده من الناحيه النفسيه. طب ايه علاقة الرفلكسولوجي والشياتسو من ناحية الكوابيس؟ طبعا انتوا عارفين ان الاحاسيس اللي بتتركها الكوابيس دي غالبا بتكون غير مريحة، وبشكل عام فان الكوابيس دي بتوقظنا من النوم وبتجعلنا في حالة ارق، بتمنعنا من استعادة النوم مرة تانية. عشان اتجنب الكوابيس دي بيوجد نقطتين بتساعد الانسان ان هو يحصل على نوم هادئ، هما E44 و E45. النقطتين دول 44 و 45، ودول المسؤولين على وعاء المعدة. وبيعتبر الحصول على هاتين النقطتين سهلة جدا جدا عشان هما موجودين في الأصبع الثاني للقدم. موضوع سهل خالص. عندي اهو القدم موجودة اهي، نقربها كده، وعندي الصابع الثاني من القدم اللي هو جنب صباع الإبهام، بلاقي فيها عندي نقطة E44، وعندي في عند منشأ الأصبع الثاني النقطة E45 اللي بتقع على الأصبع الثاني من في نفس الزاوية وجهة الأصبع الثالث. يعني هتلاقي النقطة دي هنا والنقطة الثانية هنا. بروح بضغط عليهم هنا لمدة دقيقتين وهنا لمدة دقيقتين ونام. ولو حلمت بكوابيس يبقى بحق. كان معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياتسو. وعلى فكرة احنا بنعمل دورات في مراكز متخصصة للي عايز ياخد هذه الدورات، منها تنمية بشرية، رفلكسولوجي، شياتسو. يتفضل يتصل بيا ويتم الحجز ان شاء الله. الاتصال 012 36 90 535، او عن طريق الايميل سعد_استاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.